التمرين الأول: مراعاة أن يكون اتجاه أصابع اليدين للجانبين، وضع كامل ثقل الجسم على اليدين مع الثبات. التمرين الثاني: مراعاة أن يتم توزيع الوزن على اليدين والقدمين بالتساوي. التمرين الثالث: من وضع الانبطاح المائل رفع الجذع للأعلى لزيادة الضغط على الذراعين. التمرين الرابع: لزيادة الضغط على العضلة الثلاثية الخلفية، تثبيت اليدين والأصابع تشير للخارج مع الحفاظ على استقامة الذراع، الميل للخلف قليلاً لزيادة الضغط على العضلات الخلفية. التمرين الخامس: الوضع في التمرين السابق ولكن مع فرد الركبتين بهدف زيادة الضغط على الذراعين وعضلات الظهر. التمرين السادس: الوضع في التمرين السابق مع ميل الجذع للأسفل.